أنا سافرت الحمد لله ونجحت بره وكل حاجة، إنما كانت وحشاني مصر بشكل غريب خالص، فكان عندي الحنين لبلدي بشكل غريب خالص. انت وطني جدا. فلذلك عملت المسلسل ده، كان بس عشان أعبر عن شعوري عن في الحنين اللي الغربة جواك. وإن الواحد عايز يربي ولاده في مصر، مش عايز يربيهم بره. مش عايز أتجوز واحدة من بره وأربي عيالي بره، عايز أربيهم في مصر. كنت يعني كنت حاسس ان وجودك بره ده فتره شغل، لكن قلبك وحياتك وحنينك هنا في مصر كل حاجة يعني. واتعرض عليا كذا جواز سفر، كذا جنسيه، ويقولوا لي ما تدفعش ضرائب ولا حاجه. مونت كارلو طبيعي ان احنا كنا نعرف ممكن تبقى قال لي هديك جواز وما تدفعش ورفضت، ضرائب. عايز تبقى مصري فقط. انا مش هغير الجواز بتاعي ابدا، ومش عايز جنسيه مزدوجه. فخليت الجواز بتاعي ده، مع ان ده الفيزات طول الوقت اي حته طبعا. لازم اروحها، لازم فيزا.